السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيت القصص. القصة اليوم واقعية. قبل ما نبداها غادي نطلب منكم لايك واشتراك في القناة باش تعاونونا على الاستمرار. هذه قصة وقعت لي في 2009 في شهر 4. كان داك العام ما شاء الله العام اللي طاحت فيه الشتاء بزاف، وفصل الربيع كان فيه كل الخيرات، الخضورة مغطية الأرض كلها. الربيع ديال هاد العام كان تاني مرة غادي نزور بلاد جدي، رغم كل دوزت تما إلا حبي اتجاه هاد البلاد كان أقوى. ولكن هاد المرة شفت حاجة اللي باقي حد اليوم ما نسيتهاش. كل ما كنت تفكرها لحني كتشوق، وخا الواقعة داز عليها أكثر من 16 سنة. دابا نبداو القصة واسمعوا مزيان. في 2009 في شهر 4 كانت عطلة مدرسية فيها 10 أيام. ولاد خالتي جاو يزوروا ماما، كانوا ناويين يطلعوا لبلاد جدي، هما يطلبوا ماما أنني نمشي معاهم حيت كانت العطلة ديال 10 أيام، وأنا عجبتني الفكرة. رغبت ماما وهي خلاتني نمشي معاهم. جمعت حوايجي وأنا طايرة بالفرحة. كنا عاملين ندوزو سيمانة ويرجعوني في حالي باش نكمل قرايتي. صافي فطرنا وشدينا الطريق، مشينا مساريين وفرحانين. دوزنا على سيدي حرازم، تغدينا تما وكملنا لتازة ودرنا فيها شوية. في العشية شدينا الطريق للبلاد، البلاد جدي اللي صنهاجة نواحي تازة. جدي الله يرحمه كان ديك الساعات باقي حي. صافي وصلنا، دوزنا واحد السيمانة غزالة كلها وسط الماء والطبيعة والجمال. خرجنا دارنا، مشينا عند العائلة، خلينا ما عملنا في هاد السيمانة. وكانت العائلة تما، اللي جا من كازا، اللي جا من تازة، واللي جا من قرسيف. كانت العائلة كبيرة وشفت بزاف الناس من العائلة اللي كنت أول مرة غادي نتلاقى بهم. بعد أيام قليلة راجل بنت خالتي اضطر يرجع في حاله، جاتو الخدمة وما كانش يقدر يأجلها. طبعا بنت خالتي رجعت مع راجلها لكازا. أنا هنا بقيت مع بنت خالتي الصغيرة وولد خالتي وخالتي، كانوا شي عائلة. وكانت من بينهم لوست خالتي وبناتها اللي حتى هما من كازا جاو يدوزوا العطلة الربيع. بعد سيمانة صافي عطلة ديالي هنا سالات. فقنا مع الفجر، فطرنا ولبسنا أنا وولاد خالتي وعمتهم وبناتها. صافي خرجنا للطريق اللي كانت بعيدة على دار خالتي شوية، حيث الطوموبيل ما عندهاش كيفاش توصل حتى لباب الدار. كان ديك الساعة ما بين 4:30 و5:30. الدنيا باقا مسلسة شوية والضو ديال الفجر خفيف، ولكن كانت الرؤية واضحة والشمس باقي ما شرقت. صافي هزينا حوايجنا وطلعنا للبلاصة اللي اتفقنا فيها مع الترونسبور اللي غادي يهبطنا لتازة. بعد ما وصلنا وحنا كنتسناو، وانا نشوف جهة الفوق اللي كان فيها جنان الزيتون، وفي وسط واحد الطريق رقيقة كيطلعوا فيها الناس اللي ساكنين في دوار الفوقاني. والصدمة اللي ما ننساهاش لحد اليوم ملي شفت مرا واقفة كتشوف فيا، لباسها كله بيض، حتى شعرها مغطي بليزر بيض، واحد الشوفات ماشي عاديين. وملي شفت فيها حسيت واحد اللحظة اني جمت، وحسيت وجهها وعينيها في وسط عيني. حسيت عيني تجلجت، هادشي كامل في واحد اللحظة خفيفة، يعني داز داكشي طاير. وشوية ما عرفتش كيفاش، حتى قلت لولد خالتي شوف ديك المرا شكون. والحمد لله هاد المرا ما شفتهاش بوحدي، شفناها كاملين الا بنت خالتي اللي كانت جالسة وغالب عليها النعاس. ملي شفت مرة الثانية المرا باقا مسمرة كتشوف فينا، واللحظة اللي غريبة وعرفنا أنها ماشي مرة عادية ولا في حالنا في حالها، هي ملي طارت من البلاصة اللي كانت فيها لراس الجنان، واحد المسافة اللي ماشي صغيرة اللي الإنسان عادي ما يقدرش يطير في حالة. طارت فوق شجر الزيتون ونزلت فوق واحد الحجرة وشافت فينا. أنا واللي معايا تخلعنا وشدينا عينينا وبدينا نقراو القرآن. ودخالتي هو اللي بقى يشوف بوحده، قالنا صافي مشات. مني فتحنا عينينا وحنا مخلوعين،
يعني كانت الصدمة حيت أول مرة كنشوف ديك الشي. سبق لي شفت قصة ديال الكلب ولكن جاني عادي. ولد خالتي قال لنا مني كتمشى علات يدها اللي كان في وسط بياض، شيرت عايدة وصافي غبرت بحال الدخان، يعني ما عرفاش فين مشات. انا والله الا بكيت بالخلعه من هادشي اللي شفت. كنا مخلوعين كاملين، جلسنا حتى جات 207 اللي ركبنا فيها، والحمد لله وخا هكاك الخلعه مازال. خفنا تخرج لنا عاوتاني، ولكن الشمس شرقات وقالنا ولد خالتي والراجل اللي عاودنا له شني شفنا قالنا ما تخافوش، هاد المراه كتخرج غير بالليل وقبل الشروق كتغبر، والحمد لله اللي جاتكم في ديك الساعه. قلنا له علاش؟ قالنا لو كان عندها الوقت كتير كانت غادي تحمقكم، الوقت كان عندها قليل عليها غبرت دغيا. وحكالنا على الناس اللي خرجت لهم بالليل انها خرجت لهم على عقلهم، انهم حماقوا وتسطوا وما جبر لهمش الحل حتى الطبيب. كانت واحد المرأة اللي خطيرة، هاد المرأة ولو كانت خرجت لنا في نص الليل كانت غادي تصيفطنا سبيطار المجانين، خصوصا الناس اللي لا صلاة لا ذكر. الحمد لله حنا مني شفناها قرينا شوية القرآن وجات في واحد الوقت اللي كان الله معانا. وفي الطريق وحنا في وسط ترانسبور هضرة كتجيب وهضرة كتدي غير على هاد المرأة، بزاف الحكايات اللي هضروا عليها. الاسم الأول هو المرأة الغدارة. كيقولوا قديم أن واحد المرأة في الدوار الفوقاني اللي في الجبل كانت فيه واحد المرأة غدرت راجلها وخانته مع شي واحد من الدوار. كان يجي عندها ملي كان راجلها يمشي يخدم في كتامة، وملي حصلها قال لها أنا ما غاديش نقتلك ولكن نتينا غادي تقتل راسك، وبزز عليها تقتل راسها وتعلق راسها في واحد الشجرة. من ديك الساعات قالوا أن المرأة تسكنت، ولا أن الروح ديالها بقات معذبة كتخرج بالليل في الحفا تبقى تدور وسناسل في رجليها. والقصة الثانية اللي كيقولوا عليها أنها مرأة خائنة، وأن هادشي كيطبق على أي مرأة كتخون راجلها. كيجيو عندها موالين المكان كيخرجوها بالسناسل تضل الليل كامل وهي كتجري وتدور، والله أعلم. وكاين اللي كيقول عليها بغلة القبور ولا عايشة قنديشة. وأهم من هادشي كامل أنني شفتها بعيني، أما شني مور ديك الشي الله أعلم. الصراحة لحد اليوم عمري نسيت هادشي، كل ما كنتفكرو لحمي كتشوق. وهادشي اللي كنقول لكم راه حقيقي، شفتو بعيني، تا شي واحد ما عاودولي، ولكن الحمد لله اللي ما تأذيناش. والحمد لله انني دوزت هاد القصه وعقلي بقى في بلاصتو وما وقعناش شي حاجه خايبه. صافي كملنا الطريق، مشيت في حالي، كملت قرايتي. كل ما كنعاود هادشي لشي واحد لحمي كتشوق وعيني كيغرغروا. باقي لحد اليوم بحالي عاد شفتها البارح. هادشي غريب. ما مشيتش لبلاد جدي من ديك الساعات، كانت اخر مره، ولكن شوقي لديك البلاد كبير. نتمنى نعاود نزورها في اقرب وقت وما نشوفش شي حاجه اللي تخليني نغبر عاوتاني اكثر من هاد المده. اللي عاشت شي تجربه بحال هادي تعاود لنا في التعاليق وتقولنا شني شافت، باش الناس يقراو، باش نعرفوا الناس واش هاد الشي بصح ولا لا. انا عشت وشفتو ديال بصح. كاين بزاف الناس دابا كيقولك لا الجن ما يمكنلكش تشوفو، ما يمكنلكش تشوف الناس ولا الجن اللي عندهم عادات خارقين بحال هادو. ولكن انا اللي شفت وكنت نقدر نتيق اي حاجه، ملي شفت بعيني ملي سمعت اي حاجه نقدر نتيقها، ولكن الحمد لله دازت بسلام.